يا صباح الفل والياسمين على قلوبكم يا احلى متابعين. النهارده بقى عامله لكم فيديو كده بصراحه، يعني كله طاقه ايجابيه وكله نشاط وحيويه زي ما بيقولوا. فتابعوني بقى لحد اخر الفيديو علشان الفيديو بصراحه يعني انا تعبت فيه جدا. طيب قبل اي شيء ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. ما تنسوش اللايك الجميل علشان هو ده اللي بيكبر الفيديوهات وبيوصلها لعدد اكبر من الناس. حبايبنا بقى اللي على الفيسبوك انتوا عارفين بتعملوا ايه. طيب انا الاول كده صحيت على الصبح كده، قلت اشمس البطاطين كلها والم الغسيل قبل ما اروح اودي الولاد المدرسه. وكمان كان عندي شويه غسيل، قلت ايه ننشرهم مع بعض كده بسرعه بسرعه علشان احنا في شتاء والغسيل ما بنلحقش ينشف على طول. ده كده من بدايتنا على الصبح، يعني ده كده اليوم الطبيعي بتاعنا اللي هو بتاعي انا كل يوم بالنسبه لنا يعني. هنشر بقى كل دوت، وانا دلوقتي قلت للولاد يجهزوا نفسهم علشان اوديهم المدرسه. الروتين ده يا جماعه انا عاملاه لكم علشان يشجعكم كده، يشجع كل ست بيت ان هي تصحى من بدري. احنا بننام الساعه 9، يعني 9:30 كده بنكون بنقول النهار طلع يعني زي ما بيقولوا. دلوقتي بننام من بدري وبنصحى من بدري، فبنجيب اليوم من اوله، يعني بيبقى كله شغل بقى كده. انت بتخلصي اللي وراكي بدري بدري وتاخدي بقى الثلاث طاقات، يعني الفطار والغدا والعشاء. فقبل كده كنا ممكن هي طاقة الفطار دي ما بنلحقهاش ونتغدى، وممكن على بالليل كده اي حاجة بسيطة وخلاص يعني، ونسهر بقى. انا بقول له يلا خلص يا احمد عشان تلحق تلبس علشان ايه نروح المدرسة. خلاص هنخلص بقى كل دوت الغسيل، مش عايزة اطول عليكم، انا خلصت اهو وحطيت البطاطين في تتشمس وهنروح نودي الولاد المدرسة اهو. المدرسة هناك اهي. طبعا اصلا الواحد بيرتاح نفسيا الصبح كده وهو رايح يودي الولاد المدرسة بسبب المناظر الجميلة اللي احنا بنشوفها يعني. الطبيعة انا دايما بحب الحاجات ديت، يعني بحب الطبيعة والزرع والخضرة وكده. جودي هناك اهي، بقول لها يا جودي اعملي لايك للمتابعين. ماشية مقريفة على الصبح يعني، عمالة انده عليها اقول لها يا كوكا يا كوكا اعملي لايك للمتابعين. المهم رجعت من المدرسة، كان في بقى دورة قلنا نفرط مع بعض، يعني الدورة ديت بتاعت الجيران وكانوا هما مديني كمان دورة. فهم هنا اللي بيزرع زرعة بيوزع على جيرانه، يعني بيوزع حبات كده على جيران كل واحد ياخد طبق. وبعد ما خلصت الدورة قلت بقى اروح ابيض شكارة رز. بصوا بقى عم بلبل الجميل ده اهو، الراجل السكرة دوت مرضيش ياخد مني ولا جنيه في تبييض شكارة الرز يعني. بصوا بقى هما بيبيضوها، دي مكنة الرز وما شاء الله يعني زي الفل. الرز طلع زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ولا في بقى طوبة ولا في قشرة ولا في اي حاجة، زي الفل. ربنا يبارك في صحته يا رب يا عم بلبل، ونيجي نبيض عندك على طول. اهو بص الرز عامل ازاي ما شاء الله. بيقول لي صور الرز بتاعك جميل، رز بلدي. قلت له ماشي يا حاج بلبل. طبعا خلصنا بقى بيضنا الرز وقلنا بقى ايه نروح نوديه على البيت وبعدين نطلع على السوق. كان في شوية حاجات ناقصاني كده انا حبيت اجيبها معاكم واصورها بالمرة عشان التصوير. بصوا ديت الحصيرة بتاعت الجبنة، انا عملت كذا مرة برضو بس الحصيرة بتاعت الجيران. فانا قلت انا كل شوية هشحتها من الجيران، لا انا هوديها لهم بقى وانا هجيب لي ايه حصيرة. فجبت الحصيرة اللي انتوا شفتوها ديت، وجبت منخل هوريكم دلوقتي المنخل اهو. جبت منخل وجبت حصيرة، الحاجات دي كانت ناقصاني لان مكانتش عندي هناك. وجبت كمان اللي هي العياشة ديت، او اللي هي اسمها ايه، ايوه اللي هي دي جبتها. جبت واحدة، هي مش اسمها مش حاضر دلوقتي يعني، بس ديت انا بسخن عليها العيش كده. يعني انا بصوا حاولت، يعني انا اتأقلمت خلاص مع الارياف هنا مشنا اسمها مشنا. ماشي. وجبت مطرحة وجبت كوزلوف بقى، جبت كوزلوف علشان الولاد تستحمى بيه. المهم جبت شوية حاجات حلوين كده من السوق اهو، حبيت اصورها لكم. وخدتها وروحت بقى مع بقية الحاجة، بنركب توك توك على طول نروح على البيت علشان نعمل الاكل بتاعنا. حبيت اصور لكم كل حاجة. الراجل ده عنده كل حاجة في السوق، كل حاجة. السوق كبير بقى ومليان.
بصوا بقى، انا عايزه اجيب الصاجه ديت المره الجايه، ما جبتهاش الصاجه ديت علشان ايه؟ اعملها زي مكان كانون كده، وممكن اشوي عليها سمك، وممكن اسخن عليها العيش. ودي السيجان يا جماعه اللي انا بعمل فيها كيكات، اللي هي التورت والجاتوهات والحاجات دي. دي السيجان اهي باحجامها يعني. طب هنا خلصت هنا بقى السوق، وجيت بقى ايه، فضيت حاجه السوق زي ما انتم شايفين، وقلت ارتب بقى المطبخ. اليوم بصراحه كان كله شغل بره، يعني كله مشاوير. علقت على الاكل، كان عندي حمام في الفريزر، طلعته حشيته كده للولاد وعلقت عليه اهو في الحله. وبعدين بقى قلت ايه، اروق بقى الترابيزه كده. وبعدين بقى ايه، كان في شويه مواعين قلنا نغسلهم مع بعض، وكده يبقى نشاط، يعني ايه، فيديو كله نشاط بصراحه وكله طاقه ايجابيه يعني. كل ست بيت تصحى من النوم، كل ام، تخيل كل ام تصحى من النوم الصبح تعمل كل الشغل ده. يعني ايه، الرجاله ما عندهاش خلق، يعني ان هي تودي المدارس ودروس، وبعدين تروح السوق، وبعدين تيجي تخلص اللي وراها. فبصراحه تحيه لكل ست بيت مراعيه بيتها وجوزها وعيالها ومراعيه مصالحهم. فانا حبيت اوريكم ده كده روتين الست المصريه الاصيله في اليوم بالعادي بتاعها الطبيعي يعني. اخلص بقى شويه المواعين كده بسرعه بسرعه، اوام اوام، علشان نجهز الغدا. والغدا انا معلقه عليه، بس لسه في طبعا شويه رز وشويه طبيخ لسه هيتعملوا. انا كنت هطبخ معاكم فوق السطح، بس ايه، ما كانش في وقت. قلت لا، اخلص النهارده في المطبخ، وبكره نبقى نطبخ ولا حاجه، المره الجايه نبقى نكمل شغلنا فوق السطح. على الشعلة. يعني انا عارفه ان انتوا بتحبوا فيديوهات السطح ديت علشان الاضاءه بتبقى حلوه. وانا والله حابه ان انا اصور لكم فوق، بس ما كانش الوقت مناسب يعني، مساعدني يعني. عايزه اغسل المواعين وعايزه اخلص اللي ورايا بسرعه قبل ما الولاد يرجعوا من المدرسه. طبعا هنا بقى بنتغدى في الطبيعي بقى، الوقت الطبيعي يعني على الساعه 2 3 بالكثير بنكون اتغدينا. والعشاء بيبقى بالليل، فالتلات طقات، وهو دوت افيد حاجه للجسم، وافيد حاجه للنوم بدري والصحيان بدري بصراحه يعني. كنتش اتخيل ان انا يجي عليا وقت انام بدري واصحى بدري الا لما جيت هنا يعني. فربنا يعوضنا خير ان شاء الله في الايام الجايه باذن الله يا رب. اوام اوام هنخلص مع بعض شويه المواعين دي. وكنت عايزه اعمل لكم برضه، اصور لكم الحمام وانا بعمله بطريقه حلوه قوي، بس انا كده كده منزله لكم على القناه قبل كده يعني. يعني اللي عايزه هيدور عليها هيلاقيها عندي على القناه، لاني بعمل فيه تريكات كده حلوه قوي يعني. بس كده خلصنا اهو، اوام اوام، مش هنخلي ورانا حاجه. كده اهو بنخلص اهو خلاص. وادي شويه المواعين شطبناها، وادي الحوض كمان خلص اهو. اوام اوام، مش هنخلي ورانا اي حاجه. وطول اليوم بقى بتفضلي رايقه بقى، لو عايزه تطلعي لطيورك، عايزه بقى تذاكري لاولادك، تشوفي اللي وراكي، كده كده الولاد في المدرسه، وانت بتبقي خلصتي كل اللي وراكي بدري بدري وهم بره يعني، بدل كل شويه بس يا واد وبس يا بت. بس كده زي الفل. متنساش بقى باللايك والشير، واستنوني في فيديوهات كتير كتير ان شاء الله الفتره الجايه، وشجعوني كده باللايكات الجميله. باي باي.